حلقة جديدة في The AI Season. وزي ما تعودنا في الحلقات اللي فاتت دايما بنبقى بنتكلم على vertical معين أو بنتكلم على scope معين ليه علاقة بال AI. النهاردة السكوب أو الفوكس بتاعنا هنبقى بنتكلم على AI in strategy and product leadership. طبعا التوبيك ده شوية challenging وانا بشوف مين احسن بروفايل زي ما عودتكم يجي يتكلم على توبيك زي ده. ما لقيتش احسن من بسمة رودي. بسمة thank you so much for coming to the podcast. بسمة هي البيرفكت merge من ال combination of experience في التك والفاينانس والبرودكت. She is a graduate of the AUC where she was top of her class, double majored في actuarial science وfinance. وعملت ماسترز ديجري في financial engineering من كورنيل. عندها working experiences برضو مختلفة، وده اللي تهيألي هيبقى fitting قوي topic بتاع الحلقة بالنسبة للستراتيجي والليدرشيب. فعندها working experience في Ernst & Young، اشتغلت في نيويورك فترة وبعد كده في دبي، وكانت الفاوندر بتاعت الديتا ساينس هاب في البنك المركزي. Throughout her career كان في a lot of high level of innovation، ده اللي احنا هنتاب عليه throughout الحلقة النهاردة. كمان بسمة هي she's holding like kind of 3 hats أو كأنها بتشتغل كذا رول مع بعض. You can call her the managing director, chief of data science. Also هي بتشتغل في AUC as a faculty adjunct. full of different skills, capabilities. هنتعلم كتير قوي من بسمة النهاردة. بسمة thank you so much for coming to the podcast. Thank you so much for having me. Thank you for that introduction. My pleasure. عندنا حاجات كتيرة قوي نتكلم عنها، من أهمهم وأهم البوينت، وده من الحاجات اللي أنا وأنا بفكر في التوبيك بتاع الستراتيجي والليدرشيب. a lot of things came through your profile and it stopped me ان انا قلت لا، انا لازم استوب هنا ولازم اسال بسمة عليها في البودكاست، عشان it's a reflection ليا وللناس اللي بتسمع انه reaching positions زي كده او ال decisions اللي بتتاخد بعد كده بتبقى بناء على pre-planned learning journey, growth journey، ومش بتيجي عشوائي. فأول حاجة بما إني إنك already معاكي ماسترز من كورنيل، it's very clear يا بسمة إنه أنا شفت إنك في كذا certificate من product school ليها علاقة بالadvanced AI agents، ليها علاقة بال AI prototyping، وليها علاقة بالproduct leadership. يعني انا معرفش ليه بحس انه دايما الناس اللي بتوصل في executive level بيحسوا انه we're good with the growth، يعني انا مش محتاجه اتعلم، بالذات لو حاجه تكنيكال شويه، وممكن يكتفوا ان هم يسمعوا كورس او يقروا عن حاجه، او حتى ممكن يعملوا بايديهم شويه، بس مش لدرجه ان احنا ننفست وناخد certificates كتيره. عايزه اعرف الثوت بروسس بتاعتك لاتخاذ قرار زي ده، وازاي ده فرق معاكي as an executive level. فهمتك. First of all, thank you so much for having me. حقيقي it's a pleasure. هقولك على حاجة. أنا عامة I'm very passionate for learning. أنا بحب التعليم، بحب أطور من نفسي، وأحب دايما إن أنا أبقى ahead. عشان أبقى ahead لازم أفضل أتعلم. Sometimes people look at me and say, for example, أنتي بتعرفي تعملي ده. أنا ما اتولدتش بعرف أعمل ده. أنا بتعلم وبذاكر وباخد courses وبشتغل على نفسي on the job and off the job to stay ahead. واحدة من الحاجات اللي أنا عملتها زي ما أنتي قلتي هي كانت الانجيجمنت بتاعتي في البرودكت سكول. كان التصور إنه الفيلد of artificial intelligence هو عمال يexpand وعمال يكبر وعمال يجري. How do you stay ahead? You continuously learn. طبعا في جزء من القصة إن أنا I'm building with AI، ده جزء من شغلي، ولكن بعد ما بخلص شغل أنا قاعدة بقى بذاكر. طيب البرودكت سكول بتديني فرصة إن أنا أعمل 3 حاجات. أول حاجة إن أنا أبني بإيدي. فأنا for example في الادفانسد AI agents course أنا ببني بإيدي. Now I lead a very large team. I have people who are building day in day out for a living. فناس قاعدة بتشتغل طول النهار تتريبورت مي بتبني، بس هي حاجة مختلفة إن أنا أبني بإيدي. ليه؟ لأني بتعلم نوع من التعلم صعب أتعلمه غير لما أشتغل بإيدي. بعرف بالظبط إمتى الagent فعلا بيفشل،
امتى الحاجه اللي انا بطلبه منها بيعملها غلط، طب لو غيرت السؤال هيعمل ايه، طيب امتى لما ما بديلوش كونتكست بيعمل حاجه غلط. فقصدي اقول لما بتتعلمي وتبني حاجه بايديكي بيبقى نوع التعلم مختلف. فدي اول حاجه انا بشوف ان دي مفيده، ان انا افضل ريليفنت للتالنت، لان انتي when you're leading people هم لازم يفضلوا شايفين ان انتي فاهمه هم بيعملوا ايه، انتي ايدك مش بره القصه، بالذات technical people are very smart, very smart. فعشان تفضلي ريليفنت ليهم لازم تبقي انتي كمان بتبني بايديكي، حتى لو بتبني حاجه صغيره، مش انتي بتبني قدهم لانه ده مش دورك، بس لو بتبني حاجه صغيره بتفضلي ريليفنت ليهم. الحاجه الثانيه تفضلي ريليفنت للكلاينت. انا عندي مسؤوليه towards clients بتوعي ان انا دايما اديهم احسن advice ممكن في الوقت ده. فدي اول حاجه product school مديهاني. الحاجه الثانيه product school بتديني الفرصه ان انا engage مع experts و leaders من all over the world. in AI this is priceless، لان انا بشوف الناس بتطبق الارتفيشال انتليجنس ازاي، الاكسبيرينسز بتاعتهم عامله ازاي في امريكا، في اوروبا، في انجلترا، في لاتين امريكا، في الامارات، في السعوديه. فبتشوفي خبرات الناس المختلفه. all of this comes together in the classroom. It's an interactive live online classroom. وانا ده حاجه بتهمني، ان انا ابقى بانتراكت مع ناس experts و leaders في مكانهم، وبشوف خبرتهم عامله ازاي، بشوف خبرتهم عامله ازاي وواصله لحد فين. فدي حاجه تانية برضو بتهمني. الحاجه الاخيره اللي انا بتفرق لي فكره التعلم نفسه. خلاص انا دلوقتي بقى ازاي افضل ادابت وازاي افضل اتعلم بشكل continuous so that I'm always relevant, especially in the age of artificial intelligence. continuous learning, engaging مع experts و leaders من كل حته في الدنيا عشان اعرف فعلا what's happening all over the world with AI, to know هو ايه فعلا الهايب وايه اللي بيحصل فعليا، عشان لما حد يجي يقول لي ده شفتي حصل كذا كذا او عملنا تريدنج بوت بالاي اي بيعرف يتريد لوحده، فاقول له لا، يعني لازم حد يكون بناه، يعني مش ممكن حد يكون لوحده كده قلنا للتشات جي بي تي يعملها وهو عملها لوحده. انا عارفه التكنولوجي وصل لحد فين وعارفه ان ده مش حقيقي. انت always stay relevant to my talent and always be giving the best possible advice to my clients. يعني I second your point of view جدا يا بسمة، في حتة انه ان انت عشان تاخدي decision effective اكتر you have to learn how they do it, not just from the surface. especially working مع techies، فانا I can relate جدا. وبوينت تانية من اللي قلتيه وده برضو بيريزونيت قوي مع كلام من الضيوف اللي كانوا موجودين في الاي اي سيزون، انه يمكن احنا عندنا في الميدل ايست في بروجرس حلو قوي حاصل في الاي اي، ولكن if يعني you can correct me if I'm wrong، انه البروجرس او الادوبشن، مش هقول بس كتكنولوجي ريليس، لا الادوبشن بتاع التكنولوجي في يوروب ويو اس كمان اسرع مننا. اتوقع ان ده throughout your interaction من product school بيعلمك اكتر، بيخليكي ahead of what's happening في الميدل ايست. بصي انا من مجال خبرتي ومن مكاني دلوقتي اقدر اقولك ان بيحصل innovation بشكل كبير في الميدل ايست، واكشلي التالنت شاطر جدا 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 في الحته دي. we have some of the best talent in the world في مصر. some of the best talent I've worked with قاعد هنا بيشتغل عايز يبني حاجه حقيقيه فيها innovation بجد that uses artificial intelligence in order to push the boundaries of what's possible بجد. فأنا ده شايفاه. أنا اللي أنا ببقى مهتمية أعرفه هو where do people face challenges، الobstacles واصلة لحد فين، طيب التطور هنا واصل لحد فين. أنا بشوف إنه الفرق بيبقى في how the infrastructure is from a data perspective from a tech perspective. فبره ممكن الانفراستراكشر في اوقات معينه تبقى احسن بس انا ما بحبش التعميم، لان انت عندك في مصر مثلا لا، انت عندك ستارت اب ايكو سيستم is very much tech enabled and tech driven. فلما ممكن تشتغلي مع ستارت اب في مصر تلاقيها لا، هي اوريدي عندها كل الكومبوننتس وانت قادره تبني لها AI at the cutting edge of what's possible. فاهمه قصدي؟ صح بره في in overall يعني ممكن تقولي ده from a general perspective، بس أنا مؤمنة جدا باللي بيحصل هنا from a talent perspective and from what's possible perspective. I agree جدا، بس احنا نتحط على أول الطريق.
طيب speaking of برضو يا بسمع عن البارت بتاع الجروث والسيلف ديفلوبمنت. it was زي ما بيقولوا aha moment بالنسبة لي كده وانا بجو through البروفايل. I was curious to know the thought process of yes you care for to understand كل التكنيكاليتيز behind the technology. بس it's very rare وانا شويه يعني بريسبكت بيك تايم المايند سيتس دي، لان انا بيبقى عندي اللي هو الحتتين دول اللي هو ببقى مش بس عايزه اهتم ان انا ابقى تكنيكال تمام، ولكن احنا عارفين انه من غير soft skills انت مش هتعرفي بالذات as a leader to go through a lot of things. it stopped me انه لقيت كده two lines انه you decided انك تاخدي حاجه ومكنتش عارفه انها حاجه اصلا، ان improvisational speaking من ستانفورد و negotiation from Harvard. so and I understand why choosing الجامعات دي, no one can debate about them. بس what was your thought process ان انت قررتي ان انت يعني اصلا ما فكرتش اصلا improvisation speaking ده حاجه علمي يدرس؟ انه دايما الواحد بيفتكر اللي هو مثلا لو يتحط في situation في high stakes اللي هو هيعرف يرتجل وهيعرف يرد. عندنا في المصريين بيقولوا عليها اسمها ايه الفهلوه شويه هعرف انيلت sometimes بيقولوا كده، ولكن واضح ان ده طلع it's a science. فبرضو حابه افهم الثوت بروسس بتاعتك عشان تقرري قرار زي ده، وايه اللي خليكي تحسي ان انت you have a gap انه انا ليه محتاجه اخد negotiation و improvise. هقول لك اول حاجه هنبدا من الارتجال. الكورس ده انا كنت باخده الساعه 4 أو 5 الفجر، يعني بحاول افتكر، بس يعني قصدي فرق التوقيت دايما كان ايوه الانتربرينورز اللي بيصحوا الساعه 3 الصبح يبتدوا يومهم. ايوه صدقيني هو الكورس كان الساعه 4 و5 بتوقيت مصر، وكان مثلا عادي وقت مناسب جدا لحد عايش في كاليفورنيا او في ستيتس عامه. طيب انا هقول لك الكورس ده بالنسبه لي كان مهم ليه. الشخص التكنيكال مسؤوليته ان هو يبقى قادر يشرح نفسه ويقنع اللي قدامه بفكرته ويبيع كم المجهود اللي هو عمله في البنى، لان it takes us a lot of time عشان ابني for example a unified data platform takes a lot of time. مظبوط. عشان ابني داشبورد takes a lot of time. عشان ابني موديل takes a lot of time. فلو بعد كل المجهود ده دخلت اجتماع وفي نفس الوقت لقيت حد بيسألني سؤال on the spot الإجابة مش في دماغي، فبدأت ارتبك، أنا كده I'm not doing my job as a leader لنفسي وللتيم اللي اشتغل معايا. فكانت جزء من مسؤوليتي ان انا اتعلم ازاي to speak on the spot، مش الفهلوة ولكن الارتجال based on a methodology. فبدأت أبص في المجال ده، وبدأت أبص ايه الجامعات اللي بتوفر ده. في الوقت ده كان وقت كوفيد، كنت في البنك المركزي وكان في كوفيد بيحاصل في الوقت ده، وانا من ضمن الحاجات اللذيذه ان جامعات كتير بقى بتقدم الاوفرنج بتاعها اونلاين. فمن هنا كان عندي الفرصه ان انا اتعلم الارتجال. انا شفت ان ده مفيد، لان انا doesn't matter انا داخله الاجتماع ده prepared او مش prepared، doesn't matter انا عارفه مين الشخص اللي قدامي، انا هتعرف عليه في الاجتماع مش مشكله، it's okay. doesn't matter انا عارفه الشغل بتاعي، ف I know very well اللي انا عاملاه شغلي وشغل التيم بتاعي انا فاهم كويس قوي. فالارتجال او improv بيديني التولز اللي انا بقدر استخدمها عشان اعبر باحسن طريقه ممكنه on the spot على الحاجات اللي تحت ايدي، على الشغل بتاعي والشغل بتاع الفريق. فمن هنا انا اهتميت بده، لانه as a leader you cannot be in an elevator with your boss or with a potential partner or with a client and then you say, oh sorry I need to prepare myself. لا, you have to be able to speak on the spot and speak from experience and speak with confidence. It's part of your job. That's on بصراحة ده مش بس relevant لحد manager أو leader، لا ده relevant لحد لسه صغير. I spend a lot of time مع ال young talent عامة عشان أقول لهم إزاي تبقى مدرب نفسك على ان انت تبريزنت شغلك باحسن طريقه ممكنه، عشان تبريزنت نفسك كبروفيشنال باحسن طريقه ممكنه. فاكشلي انا بشوف ان دي سكيل مهمه لحد
بيليد او بيمانج، بس هي كمان سكيل مهمه. لو انا لسه ببدا شغلي ما اقولش ان انا كفايه ان انا شاطر في التكنيكال، لا مش كفايه. مش كفايه عشانك، مش كفايه عشانك، مش كفايه عشانك وانتي انك تبقي عملتي الشغل ده كله وبعدين سايباه لحد غيرك هو اللي يعبر عنه، هو اللي يشرحه، هو اللي ياخد ultimately الكريدت فور ات. فده بالنسبه للكورس بتاع الارتجال. الكورس بتاع النيجوشيشن ده برضه كنت بصحى الساعه 12 بالليل، فما خدتهمش في نفس الوقت، انا خدتهم ورا بعض. الكورس ده كان بالنسبه لي مهم جدا لانه انا قعدت ادور كتير قوي يا ايمان على نيجوشيشن كورسز كويسه. فقعدت ادور على فيلوسفيز في النيجوشيشن مختلفه. ففي مثلا احنا اتكلمنا قبل كده، ففي مثلا الفيلوسفي بتاعت نيفر سبليت ذا ديفرنس، كريس فوس بالظبط. ازاي ان انا هستخدم الفيلوسفي دي في النيجوشيشن. جربتها وحاولت اشتغل بيها، it didn't speak to me، ما كانتش مناسبه بالنسبه لي. فبدات اشوف فلسفات مختلفه في النيجوشيشن، وعجبني قوي اللي هارفارد بتعلمه. هي هارفارد بتعلمك ان انت تخشي نيجوشيشن بريبيرد، بس عارفه انت عايزه ايه، عارفه ايه الاوبشنز اللي انت هتوافقي عليها، عارفه ايه الاوبشنز اللي انت مش هتوافقي عليها، عارفه اللي قدامك عايز ايه، وكمان مفكره هو ايه الحاجات التانية اللي ممكن يبقى عايزها. يعني هو مثلا بيقول انا عايز كذا، بس انت عارفه ان هو ممكن يبقى عايز 3-4 حاجات تانيين، فتبقي محضره نفسك بده. وعارفه ايه الحاجات المكان اللي لو نزلتي عنه احسن لك ما تتفقيش مع اللي قدامك، فمش لازم طول الوقت تقولي يس ان ذا نيجوشيشن. وعارفه ايه الحاجات برضو بالنسبه للشخص اللي قدامك اللي لو انت عرضتيه عليه يقولك لا مش لاعب، مش هشتغل معاكي بالطريقه دي. نيجوشيشن ساعدني في حاجات كتير قوي. ساعدني ان انا طول النهار بنيجوشيت لنفسي، وبنيجوشيت للتيم بتاعي، وبنيجوشيت في الدنيا. حاسه being a manager احنا فاهمين ان لازم يبقى فيه الباور. ف since you have some sort of a power you have to leverage الباور ده، عشان في الاخر انت بتشتغلي مع التيم وفارق معاكي التيم يكمل. ف you have to negotiate for them for better opportunities for النورمال بقى والtypical الريزز والبروموشنز والحاجات دي كلها. فكلها محتاجه نكون بنعرف ننيجوشيت مظبوط. انا هقولك على حاجه من اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها، من اكتر حاجات اللي stayed with me بعدها بسنين في الكورس ده، هو في جزء منه كان رول بلاي. خلاص انا وانت بتحكي مارجري حسيت ان انا يعني I can relate بحاجه شبه كده. في هارفارد بيبقى بسكورينج بوينتس صح، وبتعملوا رول بلاي. بالظبط. انا حاسه ان انا عارفه الموضوع ده. ايوه اوكي. بصي الرول بلاي ده بيسمح لك انك تلبسي طاقيات مختلفه. ايوه. فانا في الرول بلاي في رول بلاي معين كان المفروض البس طاقيه الشخص الديفيكولت. انا في الحقيقه ام نوت ا ديفيكولت بيرسون. انا اكشلي بحاول اوصل دايما لكونسنسس. صح، لازم اوصل ان احنا المكان متفقين فيه. فانا شغلانتي ان انا بطبعي بجمع المعلومات واي دو ماي هوم ورك عشان نوصل لاتفاق، بس عمري ما لعبت دور الديفيكولت بيرسون. ففي الكورس اضطريت العب الدور ده. فالحقيقه اتعلمت حاجه لذيذه جدا. عارفه لما تخشي مع حد نيجوشيشن وتلاقيه صعب وعمال يزعق ورخم او رخمه او مش عايز اتكلم معاكي ومش عايز، اكتشفت حاجه غريبه جدا. اكتشفت انه يعني دايما السؤال بتاع why are they being so difficult, and then I realized because it's so easy to be difficult. so easy to raise your voice. اسهل حاجه ان انا ابقى رخمه وقللت الذوق وابقى مش عامله الهوم ورك بتاعي. easier to be mean عشان to avoid وعشان بقيه الconversation. وانت متصوره انك كده هتاخدي كل اللي انت عايزاه، لان انت خلاص انت صوتك عالي ورخمه وسخيفه، فالناس بتحاول عامه بطبعها انها ترضيكي، او يعني ممكن الناس تروح للديفولت ده. فتعلمت اجابه السؤال كان بالنسبه لي بس why are they being difficult, and then I realized the answer is not because اي حاجه, it could be just because it's easy. فيعني قصدي بتتعلمي حاجات عن نفسك وعن الشخص اللي قدامك ممكن ما كنتيش تتعلميها غير كده. يعني فور اكزامبل انا كان ممكن اقرا عن الفريم ورك بتاع النيجوشيشن وازاي بريبير فور نيجوشيشن اونلاين، بس الرول بلاي مع حد واجرب البس طواقي مختلفه مش بتاعتي واجرب هطلع منها بايه، حتى لو انا I will not play like a difficult person بس I understand. It gives you perspective. بالظبط. الشخص ده بيفكر ازاي، فانت هتبقي بتتصرفي ازاي from the other side. بالظبط. yes I can second this جدا. انا فاهماكي قوي. طب لو احنا we combined السكيلز الاثنين دول مع بعض، معرفش لو ينفع تحكي لنا situation عشان الناس تحس قد ايه الموضوع ده بيبقى tangible في business cases حقيقيه وفرق معاكي قد ايه. sure. بصي انا هحكي لك from a negotiation perspective على واحده من اهم النيجوشيشنز اللي انا بخش فيها
most of the time. زي ما انتي قلتي comp and bend صح؟ فاحنا ازاي compensate التالنت اللي عندنا؟ فازاي negotiate such that I can guarantee ان في equality especially لو انت عندك two data scientists نفس الباك جراوند، متخرجين من نفس الجامعات، حد both متخرجين من sciences and engineering. how to actually negotiate for them عشان تأكدي ان they have equitable pay. عندهم equal pay. ازاي negotiate for ده in a structure بقى that's complicated, in a structure in the workplace في competing factors، في budget discussions، في limitations كتير قوي. فازاي ان انت negotiate على حاجة انت مؤمنة بيها. It's a value that I have. لو الاثنين عندهم نفس الباك جراوند then I don't have a reason. الاثنين عندهم نفس years of experience، الاثنين بيقدموا نفس الحاجة في الشغل، then there should be no reason for them to be paid differently. How do you وده دي مش خاصة ب workplace معين، دي negotiation I've had over and over. How do you make sure ان التالنت اللي عندك has equal pay for equal skills and equal output and performance. دي حاجة من الحاجات اللي فرقت معايا. ازاي ببريبير للنيجوشيشن دي، لان لما يبقى حاجة الواحد مؤمن بيها ومهمة بالنسبة له بيبقى حاسس هو ده الصح، يعني قصدي ده اللي لازم يحصل. بس لما بتبقي بقى powered by skills زي دي بتبقي قادرة ان انتي to approach negotiation دي in an objective way. whether بتنيجوشيتي لنفسك كشخص او بتنيجوشيتي للتيم بتاعك او بتنيجوشيت في الحياة لحاجة انتي شايفاها من حقك ليكي او ليور فاميلي. انا بحس ان ده مهم جدا لانه بيديكي التولز ان لما تلاقي you're getting overwhelmed وبتحضري negotiation صعبة، لا مش هبقى overwhelmed. انا معايا tool kit انا عارفاها ومستخدماها ومجرباها، هرجع لها وهحضر زي ما بحضر وهبقى عارفة لو الشخص اللي قدامي is being difficult I know what they're doing. الفكرة بس انه there is a take away من اللي قلتيه بسمة، انه know your tools, be prepared, and this is how you do a negotiation. This is how I do life. I mean Yeah. and then بقى improv helps because improv says في كتاب حلو قوي بحبه by Patricia Ryan Matson اسمه Don't prepare just show up, improv wisdom. فالكتاب ده انا قريته يمكن 2-3. انا بحبه جدا لانه بعد ما تبقي prepared قوي يجي بقى دور الامبروف. تقدري improv tools تيجي تقولك او الارتجال يجي يقولك to improv from تيجي تديكي بالظبط تكنيكس تانية، تديكي تكنيكس تانية عشان ما تبقيش قاعدة in your head. فبقى أنا قاعدة يعني for example النهاردة أنا جاية أقعد مع إيمان، فأنا عملت إيه؟ أنا عملت preparation وركزت وبصيت وخلاص عملت preparation بتاعي. بس improv بيقولي لما بقى قاعدة مركزة على إيمان، مركزة إيمان محتاجة مني إيه، الموقف ده محتاج مني إيه، عشان مبقاش قاعدة stuck في كل الحاجات اللي أنا عملت لها preparation. عشان لو نسيت حاجة من اللي أنا عملت لها preparation ما أقفش فيها. عارفة يا بسمة اللي انت قلتيه ده بيريزونيت قوي قوي لما كنا يمكن أصغر شوية في الجامعة أو لسه ما بقاش عندنا experience كبيرة وفي presentation mode بنبقى داخلين حافظين البرزنتيشن قوي بالظبط، ولو نسينا الكلمه في النص صح. فهنا بيجي دور الامبروف اللي هو مش دايما لازم تبقى 100% prepared وتقول من اللي انت مجهزه يعني. and this is how we navigate. I fully agree. This is how I navigate. خلينا بقى نموف لحاجه تانية وما اقدرش تكوني معايا وما نتكلمش شويه حته تكنيكال. يلا بينا. واعرف منك different perspectives. عايزه برضو regardless of the vertical, how do you see the shift from chatbots, the typical very initial AI دلوقتي بقى عندنا autonomous و agentic AI. how do you see it مش في vertical معين عامة يعني؟ بصي أنا بشوف إن دي تكنولوجي عمالة evolve by the second. فالحاجات اللي احنا كنا بنقدر نعملها من 2 بصعوبة النهاردة بنعملها في 5 دقايق. مظبوط. فمثلا هديكي example، أنا عايزة automate work flow معين، أنا جوه الشركة وعندي حاجة مش automated، process معينة مش automated، مجموعة ناس محتاجة توافق على ورق علشان يبقى approved أي مكان نوع الورق ده ايه. فأنا عندي حاجة من الاثنين أعملها، يا إما أشتري system أو implement system ده أو يبقى subscription based أو cloud based، يعني يا إما أمشي طريق السيستم. النهاردة أنا ممكن أمشي طريق الأجنتك AI، أحط an agent في الإيميلات يبدأ يتراك البروسيس كلها من الإيميل ولا أي حاجة. مش عايزين أي حاجة من حضرتك كبزنس اونر أو من حضرتك كبزنس اونر غير إن تسمح لنا إن الأجنت ده يبقى في السي سي بتاع كل الإيميلات. فبس الأجنت ده وجوده في السي سي
بقدر اقرا كل الايميلات، بعرف البروسيس الورك فلو واقف فين. لو الورك فلو متعطل عند حد معين، بروسيس مثلا بتاخد اسبوعين، هي وقفت فين، وقفت عند مين، وقفت اطول وقت فين، هل اتفتحت واتقفلت ولا اتفتحت بس. النهارده الادفانسد اي ايجنتس بيعملوا ده. اللي انت بتتكلمي عليه حاجه موجوده اجان جلوبالي، ازاي ان احنا بنتحول من ان احنا بس بنتكلم مع تولز زي تشات جي بي تي اللي هو انا بس I'm using it to generate content، لان انا لا I'm not just generating content، انا رايحه بقى ان انا باوتوميت ورك فلوز، ورايحه ان انا باخد الخطوه اللي بعدها ان انا اخد قرارات. فكره بقى ان انا باخد قرارات ازاي كايجنت، بس ابقى عندي proper guard rails from a human perspective، و guard rails على الايجنت نفسه، وهو يتحرك ازاي، يعمل ايه، ياخد قرارات ايه، ما ياخدش قرارات ايه. انا شايفه ان ده في opportunity كبيره ان الشركات تركز على الحاجه اللي هي بتعملها، بدل ما هي حرام مركزه بس احنا مش عارفين نعمل اوتوميشن، احنا مش عارفين نتراك البروسيس، احنا مش عارفين نتراك السيستم، مش عارفين نتراك حياتنا. لا، انت اجنتك اي اي هيعمل لك ده دلوقتي. هو بيسيكلي ده عباره عن ايه؟ عباره عن تكنولوجي اجان، هي بتاوتوميت حاجات الانسان كان بيعرف يعملها بشكل ريلايبل وبشكل ريبيتبل. هاخدك في حته تانية برضو يا بسمه، بما اني بنتكلم حته تكنيكال، وحسيت برضو يعني very interesting اني اسال السؤال ده. given your experience انك بتشوفي حاجات مختلفه، واتوقع انها up to date بسبب بقى دراستك في product school او من خلال شغلك. احنا في البودكاست دي الحلقه رقم 7 في السيزون، فخلاص معظم الناس سمعت الكونسبتس وسمعت ايه اجنتك اي اي والبرومبت وكل كل الكومن كونسبتس في الاي اي عامه. بس بما انك coming from a very technical deep background وبتشوفي حاجات كتير، عايزه اعرف منك reflecting on everything you've been working on lately، ايه technology او methodology، بتكلم technical that got you وكانت حاجة مختلفة قوي، it was like an aha moment بالنسبة لك. هقولك أكتر حاجة كانت بالنسبة لي، بصي أنا هقولك على حاجة، أنا طول الوقت عندي an aha moment when it comes to this technology. ليه؟ لأن هي عمالة تادفانس بشكل سريع، فأنا مش قادرة أقولك إن هي it's a specific aha moment. فمثلا لما بنينا ان ادفانسد اي اي ايجنت، هو بيكلم داتا كتيره جدا وبيرد على فور اكزامبل اليوزر من البرسبكتيف اللي انا بالظبط بقول له يرد بيه، ومش بيرد من حاجه تانية. this was واو، ده بيتكلم conversational وملتزم بالجايدلاينز اللي انا مديها له، ملتزم بالنولج بيس اللي انا مديها له، مش بيرد من دماغه، مش بيرد من الداتا اللي على الانترنت، لا ده ملتزم. This was a nice aha moment. Another one لما بدأت أخليه يكلم الداتابيس، فبدأت أعلم الايجنت ازاي يبيهيف كديتا انجينير وكديتا اناليست، ويبص على الداتا كأنه ديتا انجينير وكأنه ديتا اناليست، وازاي ان انا اخلق انترفيس بعد كده اليوزر يقدر يكلم منه الداتا دايركتلي، مش محتاج يروح للانجينير او الاناليست يعمل ريبورت. This was another aha moment. This was by the way almost a year ago. فده مش حاجه ريسنت. اللذيذ زي ما بقولك دلوقتي الورك فلو اوتوميشن ده بالنسبه لي شيء عبقري. عندك framework tool you prefer to use؟ انا هقولك عن رايي في القصه دي عشان انا حاساكي برو كودينج، يعني لانج تشين لانج سميث، مش ان مش 11 لابس، مش كرو اي. انا هقولك انا برو انا برو continuous learning and experimentation. انا هقولك على حاجه، انا كنت بتفرج على هارفارد بروفيسور اسمه كريم لقاني على ويبينار كده، فكان عليه برضو experts من كل حته، والناس سالوه نفس السؤال اللي انت بتساليهوني ده، قالوا له do you have a map of the best tools؟ فقلت بس انا هعرف بقى الاجابه عشان لما حد يسالني هقول له هو البروفيسور اللي قاعد في هارفارد اللي قاعد at the cutting edge of research قال لنا كذا، فهو ده انا يعني فكره كويسه يعني نمشي في الدايركشن ده. بس to my surprise and also not to my surprise قال there is no perfect tool, you have to keep experimenting and choose for yourself and decide for yourself. هي حاجتين، فانا هاكسبيرمنت وهتشوز فور ماي سيلف. فالتول اللي تنفع فور اكزامبل لو انا حد النهارده بيتفرج علينا وهو ليدر قاعد في مكانه مثلا، الكودينج بيست تولز مش هتفيده، لكن تولز زي كلود ممكن تفيده. لو انا داتا ساينتست وقاعد بشتغل بايديا، فانا مش هستخدم بقى كلود زي ما اي حد، لا ممكن استخدم كلود كود، ممكن استخدم تولز تانية زي ما انتي قلتي. again it's about experimenting and choosing for yourself.
ايه اللي مناسب للحظه دي ولليوز كيس دي، وايه اللي كمان مسموح ومش مسموح. لو انا قاعده في اندستري فهو مش مسموح فيها ان انا استخدم تولز معينه عشان هي regulated بطريقه معينه، then I will not use certain tools because I'm in a regulated industry. ف it depends انا فين. الحاجه التانية اللي عايزه اكد عليها ناس كتير قوي بتنساها، AI is not for free. ففي للاسف it's not for free. and it's expensive بالذات لينا. يعني كلود اللي هو دلوقتي the best it's $20 per month which is almost 1000 جنيه. فده يعني بس مش بس كده، انتي لو بتحتاجي حاجه بتكلمي APIs وبتستهلكي كريدتس بتستخدمي حاجه تانية، توكنز بتخلص على طول. I was recently mentoring في هاكاثون يمكن من 3 أسابيع، فكان الطلبه عمالين يوروني بروتوتايبس، بس هي دي ان شاء الله هتشتغل لما يبقى في كريدتس. دي كانت the name of the game. فلو انا عارف ان كريدتس is a bottleneck فهقسم الاركيتكتشر بتاعت الحل بحيث ان جزء من الحل ما يبقاش معتمد على LLMs وجزء من الحل يبقى معتمد على LLMs. Only use LLMs when you absolutely need to عشان you can afford it، عشان ما تخشش تبروتوتايب حاجه لحد اي مكان بقى، لحد ده بروفيسور ليك في الجامعه، حد في هاكاثون بيمنتور يو، حد في الشغل. ما تقدرش تقول والله I ran out of the budget او I burned the budget. I also read برضو recently one of the famous companies recently burned through their AI budget ولسه احنا في شهر 4 في السنه، فاهمه قصدي؟ فاللي هو يعني هم they burned through the budget within the first quarter of the year. ف it doesn't يعني فعشان كده pro experimenting, deciding for yourself and being mindful of where to use where not to use. لو انا ببني an AI tool عشان اقرا a document that's sensitive then I don't want a hallucination. I don't want. أنا عندي AI models out of the box برضو ممكن أكلمهم ويعملوا لي نفس الحاجة بعشر التكلفة وبسيرتينتي أكتر. فأنا I'm pro إن إحنا from a technical بقى perspective نمسك الاركيتكتشر بتاعة السولوشن بتاعنا ونشوف إيه الحاجات اللي absolutely هنا LLMs هتحسن. no brainer لازم LLM بالظبط. والموديل العالي السونت او اوبس في اوبس دلوقتي بس هي دي. وفي حاجات لا مش محتاجه ده فمش هعمله. فthis is ده الحاجه اللي انا I'm pro 100%. يس اعتقد ان ده برضه بسمع the differentiator عن اي اندستري تانية ال AI هو فكره it's not about architecting the different components وخلاص. it's about architecting the components versus AI cost. الناس بتداليوت كلمة AI cost بس لما تشتغلي بيها هتعرفي قد ايه هو limitation رهيبة صحيح رهيب. وبعدين احنا يعني عارفه بتلاقي شورت باث ان انت لو هتعمليها باي اي بس versus كوست هتضطري ان انت ما تختاريش الشورت باث وتغيري في الاركيتكتشر عشان انت مش مستعده تدفعي الفلوس دي. فانا I can relate جدا ان احنا بنشتغل بيوز كيسز بالمنظر ده. ف it's so true يعني. انا هقول لك على حاجه ايمان. انا متخرجه من كورنيل في 2016 كنت ببني ماشين ليرنينج مودلز AI من ساعتها. اوكي بعدها خدت ماشين ليرنينج سيرتيفيكت من كورنيل برضو ببني ماشين ليرنينج واي اي. بعدها ديجيتال يعني قصدي كل التكنيكال سيرتيفيكيشنز اللي انا خدتها كانت كلها فوكست اون اي اي. فانا مش حد بادئ الاي اي جيرني امبارح. اللذيذ في الموضوع ان بيكوز اي اي دلوقتي موجود فهو او هايبت فانت قادره تبيعي الديماند فوركاستنج اللي كان نفسك تبيعيه من زمان بس على الهايب ده. فاهمه قصدي؟ موديل هو موجود وتراديشنال ويعني مش يعني very powerful بس it's not LLM based very strong. وفي نفس الوقت انت you know the core of the game before it was بالظبط billable. بالظبط. that's a great edge بصراحه. edge خطير ما فكرتش فيها ابدا بالبرسبكتيف ده. هقولك على حاجه. I was actually in a meeting اول امبارح وحد بيقول احنا بنستخدم I think GARCH models. I was responding I've been using GARCH model. it's يعني specific type of models. بقول له انا بستخدم GARCH ده من 2014 يعني قصدي. فالنهارده في مودلز اجدد واحدث وكل حاجه فانت بتستخدمي الاجدد وبتستخدمي الاحدث وطول الوقت بتطوري من نفسك. هو ده اساس القصه انك طول الوقت لما فيسبوك تنزل موديل جديد تبصي عليه وتشوفيه ممكن تستخدميه ازاي لنفسك وللكلاينتس بتوعك. فطول الوقت احنا بنستخدم المودلز دي الجديده. انا بقى في a whole range of new models very smart very powerful. they're going to shift entire industries
very expensive. You want to بس be mindful when and how you're using them, بس definitely use them and definitely leverage them لآخر حاجة طول ما هي زي ما انت قلتي economical, طول ما هي cost effective, and double down on الحاجات اللي احنا كنا بنعملها قبل كده whether optimization, whether forecasting. كل الحاجات دي تقدري تعمليها وتبقيها packaged and powered by generative artificial 100%. intelligence. ده هياخدنا لسؤال تاني مهم Sure. which is building AI strategy. يعني بالنسبة لي لما حد بيقول لي AI strategy معرفش يعني correct me if I'm wrong انه ايه الكومبوننتس اللي انا محتاجاها, ايه الاركيتكتشر, الكوست هتبقى عاملة ازاي, ايه الفيتشرز اللي انا محتاجاها. فبالنسبة لك as an executive الاستراتيجي هي backlog من الفيتشرز versus ROI وانا معايا كوست قد ايه to be spent, ولا how do you approach it؟ هقول لك I have a framework. حلو. I'll share it with you. بصي أنا ببدأ from the business. عشان أبني data and AI strategy I start from the business. pain point. هقول لك ببدأ أعرف إيه البيزنس pain points وإيه بس إيه كمان البيزنس objectives. خلاص, لأن artificial intelligence مش بيشتغل في vacuum, هو بيشتغل في industry معينة, في شركة معينة عندها objectives معينة وعندها pain points معينة. مظبوط. فأول حاجة البيزنس عايز إيه from an ambitious perspective, يعني الأول بيزنس بيطمح لإيه وإيه البين بوينتس اللي عنده, إيه المشاكل الأساسية اللي عنده. فدي أول حاجة. تاني حاجة بفهم التكنولوجي اللي مستخدمة حاليا جوه البيزنس ده. في كام سيستم, السيستم ده بيأوتوميت أنهي بروسيسز ومش بيأوتوميت أنهي بروسيسز. ليه؟ لأنه AI محتاج داتا, والداتا دي لازم تطلع من سيستم. فأنا محتاجة أبقى فاهمة السيستمز الموجودة هي بتأوتوميت قد ايه من البيزنس, وفي قد ايه من البيزنس داتا انا مش شايفاها, داتا مركونه بقى جوه اكسل فايلز, مركونه جوه الدرج, whatever it is. فده تاني كومبوننت ببص عليه, التك ببص عليه عشان اقيم في حجم داتا قد ايه موجود, which brings me to the last point which is حجم الداتا اللي موجود في البيزنس ده. لما بقعد مع التك وبقعد مع البيزنس بفهم الفرق ما بين كم الداتا المتوفر في السيستمز وكم الداتا المستغل من البيزنس. فالجاب ده هو اللي انا اول حاجه ببدا احاول ان انا افيل ذس جاب. ليه؟ لان معظم الوقت لو انا بزنس عندي سيستمز فانا عندي داتا كتير قوي لوكت جوه السيستم دي, انا مش بشوف غير القشور منها, هي بتطلع في ريبورتس او perhaps 1 or 2 داشبوردز, بس في داتا كتيره قوي قاعده جوه البيزنس ده. لو البيزنس عنده ان ERP سيستم عادي, اي بيزنس عنده ان ERP سيستم, عنده سيلز بورتال, هيبقى عنده داتا. فانا شغلانتي ان انا الاول اقعد مع البيزنس افهم منه هو عايز يعمل ايه, وايه البين بوينتس بتاعته, ايه السيستمز اللي عنده, وحجم الداتا المتوفر versus الداتا المستغلة. Now once I understand these components ببدأ أشتغل مع البيزنس على, فكري فيها 3 layers. خلاص, اللير اللي فوق خالص هي اللير بتاعت اليوز كيسز. ايه البروجكتس اللي احنا لما نعملها نقدر نقول على الشركة دي AI driven أو data driven, بحيث ان لو افترضنا ان الاورجانيزيشن او الشركه دي النهارده مش داتا دريفن ولا اي اي دريفن, ايه مجموعه المشاريع ان هي لما تنفذها نقدر نقول عليها خلاص بقت مور ماتيور from a data and AI perspective. ف a data and AI strategy includes الاول حاجه اليوز كيسز, البروجكتس, اليوز كيسز اللي الشركه دي محتاجه تعملها, او البروجكتس اللي الشركه دي محتاجه تعملها, او البرودكتس اللي الشركه دي محتاجه تبنيها عشان تبقى AI driven. تاني حاجة لازم أقول لهم هم prioritize البروجكتس دي إزاي. أنا عندي 10 بروجكتس, هبدأ بإيه, فإيه الكويك وينز, إيه الحاجات اللي ممكن تستنى, إيه الحاجات اللي مجهودها كبير بس الإمباكت بتاعها قليل, إيه الحاجات اللي مجهودها كبير والإمباكت كبير بس معيش دلوقتي الريسورسز إن أنا أعمل مجهود كبير. فاليوز كيسز, بعد كده البرايورتايزيشن بتاعها, وبعد كده هنحسب الفاليو إزاي. يجي هنا بقى حتة الROI اللي أنتي اتكلمتي فيها, هحسب الريتيرنز الفاليو إزاي. برضه have a whole framework عشان ازاي احسب الفاليو, لانه ان AI زي ما اتكلمنا هو مش بيشتغل في فاكيوم. ففور اكزامبل لو انا عملت ان AI agent بيرد على الكاستمرز احسن, فليتس سي ان الكاستمر اكسبيرينس اتحسنت, هل هي اتحسنت عشان احنا عملنا ايجنت, ولا هي اتحسنت عشان احنا بقى عندنا اون ذا جراوند تيم بيرد, يعني فور اكزامبل عندنا اون ذا جراوند تيم بيرسبوند اسرع, فلما الكاستمر متضايق من بوينت اكس ففي حد بيحل له بوينت اكس. فدايما بيبقى صعب قوي اقول هو الاي اي هو اللي عملها, ولا الماركتنج اللي عملها, ولا البياع اللي عملها, ولا مين اللي عمل الانتاجيه دي. فمهم قوي ان من الاول
نتفق على ايه الفاليو اللي لما تحصل. ففور اكزامبل عدد customers reached, for example cost of hours saved, man hours saved. الكي بي ايز اللي بيها حققها بعد ما اعمل الترانسفورميشن ده بالظبط. ففكري ان اللير الاولانيه فيها اليوز كيسز, البرايورتايزيشن بتاعها والفاليو ميجرمنت بتاعتها. اللير اللي في النص بحسها لير مهمه جدا هي الريسورسز لير, لان انت اجان داتا بقى مش بيشتغل في فاكيوم, هو بيشتغل في شركه. الشركه دي فيها ناس شغاله بتعمل حاجات. فهل الشركه عندها ريسورسز الحاليه بتاعتها جاهزه انها تستخدم اي اي ولا لا؟ اكتيفيت الاستراتيجي دي ولا لا بالظبط. فاي ثينك with the decision maker على الحته بتاعت الريسورسنج, ايه الورك شوبس اللي محتاجين نعملها, ايه الكامبينز اللي محتاجين نعملها, مين الشامبيونز اللي محتاجين ناتراكت دم في الاول علشان خاطر نافكت القصه دي. واخر لير هي تيجي بقى حته الداتا, التكنولوجي, الحته اللي الناس بتتكلم فيها, الداتا, التكنولوجي. هل انا محتاجه ابني اي اي سيستمز اكتر؟ هل انا محتاج انفراستراكشر اكبر؟ اخر حته اللي هي الانيبلمنت لير, او اللي هي الحته الاخيره خالص, اللي هي انا عايزه اتاكد ان انا I have the right data. ما هو ما فيش اي اي استراتيجي لو انا ما عنديش the right data, ما فيش اي اي استراتيجي لو انا ما عنديش the right systems. ف I assess with the business on 3 levels: business, tech and data, and then I build for them an AI strategy that's looking not only at what we can build and how we're going to measure value from it and prioritize it, but also how are we empowering our talent and how we're making sure we have the right foundation in place عشان نتأكد إن إحنا we're getting the full value of AI, مش getting the noise and the risk of AI. I will take this framework طبعا snippet واخده اسمعه over and over. ف يعني great insights يا بسمة. never thought of it يعني بالطريقة دي, ومعرفش يمكن عشان عمري ما بنيت AI strategy, بس دايما دي كانت المين points اللي في دماغي, بس I never learned how to activate it. ف good points. هنروح بقى لاخر بارت في البودكاست, وهو لو في one advice that you can give لاي حد بيسمعنا to be successful in the AI world عامة, بغض النظر انت executive, انت individual contributor, ايه الحاجة اللي احنا محتاجين نتعلمها او بنبقى بنأكت بيها؟ هقولك ابني بايديك. ده الحاجة, سواء انا اكزيكتيف, سواء انا حد في الجامعه, سواء انا حد لسه داخل الشغل, ابني بايديك. الموضوع مش صعب بتهيألي, يعني ابدا. ابروتش التكنولوجي نفسها مش صعبه خالص. لا مش صعبه. و هقول لك على فريم ورك كده. انا لسه حالا كنت بتكلم في تيدكس couple of weeks ago, فكنت لسه مستخدمه الفريم ورك ده, فلايك ات, فهشاركك الفريم ورك ده. هو الفريم ورك عباره عن ايه, احنا بنتكلم على ايه الهيومن كواليتيز اللي احنا محتاجينها تو outsmart any algorithm. ده كانت الفكره الاساسيه. فاول حاجه هي الكيوريوسيتي. خلاص, فالشخص محتاج الاول ان هو يفضل curious, بس يعمل حاجات بايديه. يعني ايه؟ يعني curiosity لوحدها مش كفايه. يعني فور اكزامبل انا curious على كلود, دخلت قريت عن كلود, بس this is not enough. انا هداونلود كلود واحاول اجرب اكتب برومبت واحد, اديني سامري عن اخر خبر انت شفته على الانترنت, اي حاجه. هبدا, وبعدين بكره هبدا اديله شويه كونتكست, انا بشتغل في كذا كذا, او انا طالب بعمل ريسيرش في كذا كذا, فهبدا اديله شويه كونتكست. فكيوريوسيتي ان انا اتعلم عن التول دي بس بايديا, مش ان انا بقرا عنها او بسمع عنها, لانك تقرا او تسمع حاجه انك تعملها بايديك حاجه تانية. في كيوريوسيتي بس ابلايد. تاني حاجه الجادجمنت بتاعتك, استخدم الجادجمنت بتاعتك. معظم الناس يا اما بتثق في الاي اي قوي, فبيسكلي اللي الاي اي بيديهولها بتعمله كوبي بيست وهو ده الموضوع, يا اما بتشاي اواي منه خالص. هي حاسه انها متاخره كده, فانا مش انا خايف على مخي لا يبطل يشتغل. بسمع حاجات برضو في السبيس ده انترستنج قوي. لا, انت لا ده ينفع ولا ده ينفع, لان الاي اي اللي عمله it did not replace the need for thinking and judgment. فانا بيجيلي output, سواء انا كودر بكود, سواء انا executive بكتب ايميل, سواء انا حد جايب لي content وانا عايزه اعمل له summarization, كل ده تمام, استخدم في كل ده, بس ما تنساش تستخدم الجادجمنت بتاعك. فدي تاني حاجه. تالت حاجه is learn. يعني you need to learn how to work and build with AI. فمحتاج تستثمر في التعليم, invest in learning. محتاج ان انت تستثمر في التعليم بتاعك, هتستثمر وقتك,
تستثمر الاتنشن بتاعك ان انت مش بس تتعلم، انت عايز تتعلم ازاي تفكر وتبني وتشتغل بالاي اي. دول ال3 حاجات. الحاجه الرابعه ان انت محتاج دايما تادابت. adaptability is key. يعني ايه adapt؟ يعني لازم، يعني لو انا من سنه كان تمام ان انا اتعلم ازاي استخدم تشات جي بي تي ان انا اكتب بيه ايميل، ده لو من سنه كان اوكي، النهارده مش كفايه. النهارده الناس بتستخدم الاي اي عشان تقوم شركه، فالبار بيختلف كل سنه. فلو انا كنت السنه اللي فاتت متطور جدا عشان انا بستخدم تشات جي بي تي وزمايلي مش بيستخدموه، لازم افضل ادابت وابديت النولج بتاعتي بشكل سريع عشان افضل ريليفنت. that applies لو انا leader, manager, data scientist, data analyst, data engineer. the bar is moving fast. او حتى مش شغال في الاي اي خالص ولا اي حاجه. ما انا مش شغال في انت ماركتنج اكزيكتيف، ماركتنج بروفيشنال، اكاونتنت. I can think of any job. Student, we need to researcher. stay relevant. adapt بالظبط. واخر حاجه is drive with ownership. فباسically taking ownership على المنتج النهائي. يعني don't outsource your thinking. لانه قصدك ايه بالمنتج النهائي؟ كأس يعني or مثلاً what we are doing؟ what we're doing. يعني انا هقول لك، انا النهارده بيجي لي كم ماتيريال براجعه، سواء ده برزنتيشن، على فكره مش بقول تكنيكال، برزنتيشن براجعها. قريت يا ابني الكلام ده؟ لا. قريت يا بنتي الحاجات دي؟ لا. طب الجمله دي معناها ايه؟ طب الكلمه دي معناها ايه؟ طب احنا كنا بنقصد ايه هنا؟ طب هل قرينا السلايدز على بعضها وحسينا انها ات ميك سنس ولا لا؟ نفس الحاجه ده لو ببني ويب سايت، ببني برودكت، هي نفس الفلسفه، بس انا بدي اكزامبل على حاجه اللي هي ريليفنت انت قصدك what we inject في الاي اي، الاوتبوت بتاع البرودكت اللي طلع ده we have to be accountable عليه، مش انه اوكي. بالظبط. you have to own it. هو ده خلاص، ده بتاعي. yes. مش هينفع اقول اصل هي كانت كده، اصل انا جات لي كده، اصل انا شفتها كده، اصل هو كتبها لي كده. ده ما ينفعش. ف be curious but applied. use you for stands for the framework is build. B stands for be curious but applied. U stands for use your judgment. I stands for invest in learning how to think, work and build with AI. L stands for learn to adapt. And D stands for drive with ownership. فإتس a full framework built. والفكرة الأساسية إنك تبني. amazing amazing takeaway. thank you so much يا بسمة. أنا حاسة إنه it's very enlightening. في takeaways كتيرة قوي to be replayed and applied in life عامة أو in work يعني. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you. The pleasure is mine. Thank you so much for having me. I appreciate it. I enjoyed our conversation. وأنا كمان جدا جدا. Thank you for the great questions. Thank you.